أول نقطة بالنسبة لنا هي assessing your listening skills أو تقييم مهاراتك في السمع. أنت بتسمع كويس؟ طب أنت بتعمل إيه عشان نتأكد إن أنت بتسمع كويس؟ بصوا يا جماعة، في خمسة سكيلز أساسيين عشان تتأكد من إن أنت بتسمع كويس. أول حاجة، أنت بتعمل ريكولينج للديتيلز. أنت لو مش بتعمل ريكولينج للديتيلز وأنت بتسمع، يبقى أنت مش بتسمع كويس، يبقى أنت مش مركز في كل التفاصيل اللي بتتقالك. evaluating the content، لو أنت مخك سرح ومش بيعمل evaluation للإنبوت اللي بيخش لك، يبقى أنت مش مركز، أنت مش فوكس. فلازم تفهم ده. لو انت مش فاهم الفول بيكتشر المقصودة، الفول بيكتشر دي او البيج بيكتشر دي المقصود بيها ايه، الصورة الكاملة للحوار اللي داير والموضوع اللي انت بتتكلم فيه مع الشخص الاخر. لو انت مش understanding او انت مش فاهم البيج بيكتشر، لا يبقى انت مش بتسمع بتركيز. لو انت مش بتامبسايز مع السبيكر ومش متفاعل بنفس الايموشنال معاه او بنفس المشاعر معاه، لا انت كده ما بتسمعش كويس، مش مركز في اللي بيتقالك. لو انت مش فاهم ما بين السطور، يبقى انت برضو مش بتسمع كويس. وخلينا متفقين على حاجة، المسج اللي بتوصل لك مش لازم توصل لك بس عن طريق الكلام اللي بيتقالك، لا، في البادي لانجوج بتاعت العميل، في تعابير وشه. فلازم تبدأ تشوف انت بتعمل ده ولا ما بتعملش ده. انت مش لازم تكون بتعمل ده كله، ممكن تكون بتعمل حاجة واحدة. سكيل دي أساسية عندك، مثلا بتعرف تريكول ديتيلز، وبعد كده بعمل ايفالويتنج، مش لازم تيفالويت حالا. تقدر تفهم البيج بيكتشر، تقدر تتعاطف مع او تشير نفس اللي هي الفيلينجز مع العميل، بتفهم ما بين السطور. ركز واسمع كويس واعمل ايفالويتنج للكونتنت عشان تعرف تطلع اوتبوت مظبوط. هو ده الاساسي او اللي هي لازم نحطها ما بين قوسين لفكرة الeffective listening.